ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وكل شيء تمام معاكم. اخباركم ايه؟ اخبار الدنيا عندكم؟ طمنوني عليكم. انا دلوقتي طالع من البراحه يا جماعه. طالع من البراح رايح البيت، مروح عشان بقالي ساعه هنا بصور وبسجل وبكتب وعمال اشتغل وارد على مكالمات واعمل مكالمات وارد على رسائل الواتس والتليجرام. ده لان انا رجعت من تاني للشغل. الدستور رجع من تاني يا جماعه. عندنا حاجات شفتات لسه ما اشتغلش بشكل رسمي، يعني مفيش اي صفقه ولا اي حساب ولا اي مجموعه ولا اي حاجه خالص. احنا شغالين كده على الله حكايتنا، يعني بنزل حاله على الواتس واصحابي بيشتروا مني وكده. الناس بتجاملني، يعني ربنا يخليهم ليا وحريش منهم ابدا. طبعا انا بقدم لهم اعلى جوده واقل السعر، بجيب لهم الحاجه من المصنع على طول. بقى عندنا مش توزيع او محل الجمله او الجوده، بجيب لهم الحاجه من المصنع ليهم على طول. وحتى هامش الربح بسيط جدا، بنحاول ان احنا نشتغل ونظبط الدنيا. فانا قلت النهارده ان انا صاحي بدري، الحمد لله صاحي الفجر، وقلت بقى ان انا اروح البراح اصور واسجل. طبعا سجلت شويه وصورت شويه وبعت رسائل وظبطت الدنيا، بحاول ان الدنيا تبقى معايا. انا بحبه جدا واكتر مكان انا برتاح فيه طبعا بعد المسجد فقررنا ان احنا نرجع من تاني نصور كل يوم ان شاء الله. بقى نرجع نقول اي حاجه ان شاء الله، اصور نفس الموضوع نتكلم عادي، مفيش اي مشكله طالما انا برتاح في اللي انا بعمله. فالدنيا حلوه ان شاء الله تعالى. والحمد لله زي ما قلت لكم، عند السور راجع تاني. عند السور رجع تاني، وان شاء الله الفتره الجايه هحاول اجيب سماعه بمايك كده حلو او مايك بلوتوث او اي حاجه على حسب الفلوس، عشان الضوضاء والصوت اللي حواليا ده يتشال، عشان انا بتضايق جدا منه لما بسمع التسجيلات بتاعتي او الفيديوهات بتاعتي. وان شاء الله خير. شكرا جزيلا لكل الناس اللي دعمتني الفتره اللي فاتت، هم قليلين جدا بيتعدوا على صوابع الايد الواحده، بس ما علينا. ان شاء الله خير وان شاء الله كل حاجه تبقى تمام زي الفل. طبعا انا حاليا رايح مروح عشان عندي دوام الساعه 9، فاحاول اظبط الدنيا قبل الساعه 9 ان انا اقعد مثلا حوالي نص ساعه. الساعه دلوقتي 8، فاحاول ان انا اقعد نص ساعه او تلات ارباع ساعه اعمل مونتاج وتصميم واكتب لي شويه حاجات. ومطلوب مني ان انا اعمل حمله اعلانيه لواحد صاحبي. طبعا انا ما بحبش اشتغل مع صحابي ومعارفي وجيراني وقرايبي والجو ده، بس غصب عني بقى، يعني بعملها له بالحب، يعني مش واخد منه حاجه. طبعا هو طلب مساعدتي فانا قلت ليه لا، انا بحب اساعد الناس وكل حاجه. فهروح اعمل الحاجات دي كلها وان شاء الله خير. وزي ما قلت لكم ان شاء الله كل حاجه تبقى تمام وزي الفل. تفائلوا بالخير تجدوه. وكده كده الواحد مش هياخد منها اي حاجه خالص غير نصيبه، وكل شيء اسمه نصيب. فيا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس، لايك وكومنت وشير، وتابعني على حسابي على تيك توك. ولو انت من تيك توك اشترك على قناتي على اليوتيوب وشير الحلقه في كل حته عشان نوصل لكل الناس. وكده انا يعتبر ان انا وصلت، فهطلع اركب على الطريق، اركب اي مواصله لحد البيت او اخدها مشي واسمع بقى ايه قران. اسمع قران 10 دقايق كده، ربع ساعه لحد ما اروح، وربنا يكون في العون. سلام.